لماذا كان الفراعنة يحنطون موتاهم؟ واحدة من أكثر الأسئلة شيوعًا التي أسأل عنها هي: كيف استمرت المومياوات كل هذه السنوات دون أن تتعفن؟ لذا إليكم فيديو سريع للإجابة على هذا السؤال. بدأت عملية التحنيط بإزالة الأعضاء الداخلية التي وضعت بعد ذلك في جرار ودفنت مع المومياء. ساعدت هذه العملية في إبطاء تحلل الجسم، حيث لم يعد الجسم معرضًا للعوامل الخارجية أو الحيوانات التي قد تأكله. بدأت عملية التحنيط بإزالة الأعضاء الداخلية التي وضعت بعد ذلك في جرار ودفنت مع المومياء. ساعدت هذه العملية في إبطاء تحلل الجسم، حيث لم يعد الجسم معرضًا للعوامل الخارجية أو الحيوانات التي قد تأكله. كان المصريون يعتقدون أن الجسم يحتاج إلى الحفظ لكي ترتاح الروح في سلام، كما كانوا يعتقدون أن الجسم سيعاد إحياؤه في الآخرة، وكانوا يريدون أن يكون في حالة جيدة. لكن ربما كانت الأهم من ذلك هي أنهم كانوا يمتلكون فهما متقدما جدا لعلم التشريح البشري. كانوا يعرفون أنه إذا أزالوا الأعضاء وجففوا الجسم فسيدوم لفترة طويلة جدا. لذا ها أنتم تعرفون الآن لماذا كان الفراعنة يحنطون موتاهم، وكيف ساعدت هذه العملية في الحفاظ على أجسادهم لآلاف السنين.